أكيد كلنا شفنا اللي بيحصل في السعودية وخصوصا في حفلات موسم الرياض 2024، وشفنا المربع اللي بيشبه الكعب. هل الحفلة دي فعلا كانت قصدها إنها تهين الدين الإسلامي ولا كانت مجرد صدفة؟ كل ده هنشوفه في الحلقة دي. السلام عليكم، حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن حفلات موسم الرياض. موسم الرياض طبعا هي احتفالية بتعملها السعودية كل سنة، وبيكون فيها نجوم وممثلين ورياضيين وغيرها كتير. لكن في السنة دي تحديدا حصلت حاجات غريبة جدا في حفلات موسم الرياض، وكلنا بنسأل هو ايه اللي حصل في موسم الرياض، وليه في تجاوزات كبيرة جدا و في إهانة للدين الإسلامي في حفلات موسم الرياض. فهل فعلا الحاجات دي كانت حقيقة ولا كانت مجرد صدفة أو حصلت بالصدفة؟ ما كانش الموضوع مقصود إنه يهين الدين الإسلامي. نبدأ بأول حاجة، الممثلة جينيفر لوبيز أو مصممة الأزياء. دي كانت حاطة السيف بتاع سيدنا علي رضي الله عنه، وكانت حطاه على الوسطى. يعني شكل السيف مليون في المية هو شبه سيف سيدنا علي، وكان مكتوب عليه على سيفه كلت. والسيف على فكرة اللغة العربية بتاعته قريبة جدا من لغة القرآن. السيف ده عمل جدل كبير جدا، وكلنا بنسأل ازاي سيف يشبه تماما سيف سيدنا علي يتحط يعني في المنطقة دي. عيب جدا وحاجة مهينة، لأن السيف ده تاريخه كبير جدا. سيدنا علي هو واحد من الأساطير التاريخية في الدين الإسلامي، وما نقدرش إن سيف لسيدنا علي رضي الله عنه يتحط في حتى في حفلة أو في تكريم، لأن ده مكانته أعلى من كده بكتير. لكن الموضوع في تفسير السيف ده أهو، المنظمين قالوا إن السيف ماهوش يعني مش شبه السيف سيدنا علي، وهو شايف السيف مختلف يعني وكده. لكن السيف فعلا شبهه، بس هم المنظمين بيقولوا كده. الله اعلم هل هي صدفة ولا، لان في كذا موضوع هنتكلم فيه، وهنقول المنظم او الحفلة قالت ايش. المهم عندنا تاني حاجة واهم حاجة، المربع اللي ظهر عليه الكعب. المربع ده يعني فيه شكل كبير جدا من شبه الكعب، وخصوصا الحلقة النارية اللي ظهرت فوق في المربع ده، وده بيشبه جدا الكعبة. لو انت لاحظت ده عمل جدل واسع كبير جدا في المجتمع العربي والإسلامي، والكل كان متضايق لأن طبعا إن ده يحصل ويحصل في السعودية، فشيء طبعا لا يسكت عليه، وشيء بيغلي في دم أي مسلم وأي عربي، لأنه ده طبعا غلط كبير، غلط كبير قوي. المهم كان رأي المنظمة بتاع الحفلة إن هو ما كانتش تقدر إن هي تعمل ما كانتش تقدر إن هي تعمل مربع غير مربع كشاشات، وده طبعا نظام شاشات. فهي كانت عاملة المربع ده بحيث إن هو ما تقدرش إن هي تعمل داير أو كور، لأن ده هيكلفها أكتر. وحاجة من الحاجات اللي أنت لو ركزت بالك منها، إن المصممين أو عراضات اللي كانت موجودة على المسرح كانت بتلف بعكس عقارب الساعة، وده معناه إيش؟ نفس اللي بيحصل في الكعب، بيطوفوا حوالين الكعب. وعلى فكرة طبعا الحجاج بيطوفوا بعكس عقارب الساعة. فبرضه دي مش مفهومة، ودي كانت من الأسئلة بتاع الناس. ففي كانوا بيقولوا إن في تفسير طبي ليها، إن لازم الشخص يلف حوالين عقرب الساعة، إن ده بتحسه براحة أكتر وبيخلي الدورة الدموية. في تفسيرات كتير على فكرة، الناس بتقول إن التفسيرات دي مش معقولة أو التفسيرات دي غلط في غلط، لكن الله أعلم، ممكن تكون هي صدفة، ممكن تكون كده. بس فعلا الحفلة فيها مشاكل كتير جدا، وحفلة يعني ما كانتش أحسن حاجة بالنسبة للمسلمين صراحة. تاني حاجة أنا عندي هنا ال- اللي هو طبعا المنظمين كانوا في كذا نظرية بتقول إن دي هي نهاية العالم، وإن كل اللي بيحصل ده واحدة من علامات الساعة. بصراحة أنا ما استبعدتش ليه، لأن فعلا إحنا بنشوف أعجب ما بتشوف عينك في السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت. تاني حاجة بيقول لك إن هو جهل من المنظمين، وإن المنظمين ما كانوش فاهمين الدين الإسلامي، وإن هم كانوا عايزين يوصلوا كتراث تاريخي وكده. ودي من أكتر النظريات المشكوك فيها. يعني إزاي أنت منظم مثلا بيسلمك حفل، فهو في ناس مشرفين، المشرفين دول عرب على فكرة، اللي بيستلموا الجائزة وبيعرفوا ايه. فأكيد المشرفين ده اللي يعني مش هيلاحظوا كل الحاجات اللي بتحصل في الحفلة دي، وإنها فيها ممكن فيها كمية إهانة كبيرة جدا للدين الإسلامي. فأنت الموضوع ماهوش سهل. في كذا منظم عربي أصلا بيبقى موجود في التنظيم، وبيبقى بيشوف هو إيه اللي بيحصل. فدي محل نقد ونقاش كبير. كده عند النظرية اللي بتقول إن في حركة بتحصل في السعودية حاليا، بحيث إنها تحول أي تاريخ
إسلامي ديني كمزار سياحي، يعني أي مكان ديني إسلامي كمجرد مزار سياحي، زي الأهرامات، زي برج إيفل، زي برج الحرية، كلهم ما فيش فرق. فأنت النظرية دي للأسف يعني هي لو كده فهي تبقى نظرية سود، لأن أنت بتقول نظرية زي دي، فطبعا أنت كده خلاص السعودية تبقى زي الأهرامات، مجرد مزار سياحي مش مزار دين. ولكن دي نظرية الناس كانت بتقولها. في النهاية السعودية مكان جميل، مكان حلو، ولكن اللي بيحصل فيها ده مش حلو. مش على حاجة، كل دولة ليها حقوقها وكل حاجة، لكن احنا عرب ومسلمين، ومش احنا مجرد ان احنا اتفرقنا من بعض يبقى كده معناها نسيب كل دولة تعمل او اي حاجة او اي، وخصوصا السعودية هي مركز العالم الاسلامي في العالم كله، فما ينفعش اللي بيحصل ده. اكيد طبعا بتشوف الحفلات من كمية العري والحاجات اللي بتحصل هناك وتحولات وحاجات غريبة جدا بتحصل، حاجة ما تليقش جدا طبعا بالسعودية ولا تليق بتاريخ السعودية. ولكن هي للأسف في تنظيم بشكل كبير أوروبي، يعني أنت دي فاهمين في الحتة اللي هي طبعا تنظيم أوروبي وكده، ومعظم المغنيين والممثلين الموجودين هناك هم أوروبيي الجنسية، فأنت عارفين طبعا إن الثقافة بتاعتهم يستحيل أن تتماشى مع الثقافة بتاعتنا. في نهاية الحلقة التفسير لكل اللي ليه حاجة وليه نقد كبير، لكن كونك إنك تفخر بإن بلدك بتعمل عروض أو حفلات، دي حاجة مش وحشة، هي دي حاجة مجرد ترفيه، لكن مش حاجة ترد عروض الفخر. الفخر الصحيح إن أنت تفتخر بعلمك، تفتخر بدينك، تفتخر بثقافتك، تفتخر بوطنك، لكن إن أنت ما تفتخرش مثلا بالحفلات أو بكذا أو بكذا أو بكذا. وللأسف في برضه الأغنية اللي هي بتاع السعودية إن أنا دي، للأسف ناس فاكرة إن لما العرب اتضايقوا من الأغنية دي إنها حقد أو غل من العرب على السعودية. يا حبيبي إيش اللي هيخلينا نحقد أو نكرهك أو نغير منك؟ دي عكس كل حاجة على فكرة. كون إن في دولة عربية مسلم بتتقدم وبتحاول إن هي تنافس الدول الأوروبية، دي حاجة تشعرني بالفخر. على الأقل لو فكرت في يوم إني أسافر مثلا سياحة أو حاجة، ألاقي دولة عربية نفس ثقافتي، نفس لغتي، نفس دين، مش هلاقي اختلاف في أي حاجة. لكن كونك ان انت فخور مثلا بحاجه زي دي، هي حاجه ما تدعوش للفخر. لما قطر استضافت كاس العالم احنا كلنا كعرب كنا فخورين. لما المغرب تاهلت لكاس العالم لنصف النهائي احنا كلنا كنا فخورين، دي حاجه مجرد للكور. ومثلا عندك برضو جوائز نوبل او غيرها، احنا متاكدين ان لما اي عالم عربي بياخد الجائزه العرب العنوي كله بيفرح. لكن احنا مش سعيدين خالص. الحفله كانت صراحه كلها عري، بصراحه ما كانتش حفله اللي هي مش الحفلة اللي تمر بصراحة، لأن الأخطاء دي أو المشاكل اللي حصلت كتير دي عملت روجة كبير. في النهاية ما تنساش تحط سبسكرايب ولايك وبس، وقول رأيك في التعليقات لو أنت شايف إن دي حصلت بالصدفة ولا كانت مقصود. وبس كده، وسلام.